بقول لك يا كابتن حسن، ايه يا حبيبي؟ انا سخنت اهو وطلعت نص ساعه. نص ساعة كارديو قبل التمرين؟ Your body, everybody. Work it. عايز تعرف تلعب كارديو قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ انا هقول لك العب كارديو دايما قبل التمرين. لو انت عايز تسخن جسمك، جو ساقع، عايز تبدا التمرينه بتاعتك انت حاسس ان جسمك لسه ما سخنش كويس، ممكن تطلع على المشايه تريدميل او الابتيكال، بس ماكسيموم 10 دقائق 8 minutes، مش اكتر من كده. ليه؟ عشان بس تخلي جسمك مهيئ ان هو يبدا تمرين. يعني يبقى سخن للتمرين. طبعا بعد ما العب الكارديو لازم هسخن. طيب لو العب كارديو بعد التمرين العبه ليه؟ هلعبه في حاله ان انا عايز اتخلص من شويه دهون زياده عندي، يعني انا عندي دهون زياده وعايز اضيعها واحده واحده. هلعبه ساعتها بعد التمرين من 15 دقيقه نص ساعه ماكسيموم بعد ما اكون خلصت تمرينتي كامله. طيب العبه هيت كارديو ولا لو انتنسيتي كارديو؟ ده هترجع لتمرينتك. لو انت تمرينتك اصلا كانت هاي انتنسيتي زي تمرينه الرجل، ما تلعبش هاي انتنسيتي، العب لو انتنسيتي. العب كارديو بتاعك يكون قليل في الحمل بتاعه شويه، يعني يمكن اطلع اعمل مشايه وهي فلات، او ارفع الانكلاين حتى بسيط بس امشي ما اجريش. لو انا تمرينتي اصلا كانت خفيفه ضعيفه ما كانتش اوريدي هاي انتنسيتي، ساعتها ممكن ازود شويه في الحمل التدريب بتاع الكارديو وارفع المشايه، ممكن ارفعها الانكلاين 20% بس ما اجريش طبعا عليها، او لو عايز اجري اخليه فلات واجري ساعتها عليها عشان مفاصلي ما تقلقنيش. عايز تعرف تلعب كارديو قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ هتلعب كارديو قبل التمرين وبعد التمرين في حالتين. لا مش شباب. ماشي، خليه.